في كومنت والنبي بس لازم تنزلي الحته حفظتي لا ده اصلا في كومنت كتب كتير قوي فعلق معايا، زي مثلا ازاي متطلقه وعندها 3 عيال وجايب لها خاتم الماظ؟ متجوزها على ايه؟ متجوزها على ايه دي؟ انت متجوزها ليه؟ هي دي حد يتجوزها؟ دي ست ولا راجل كتب كومنت؟ ستات صعبه قوي. يمكن ما اتجوزوش. ليه كده؟ ستي عندي 3 عيال، انت زعلانه ليه؟ ربنا يرزقك ما اتجوزوش وخلفوا بالخير اللي ربنا رزقني بيه، انت زعلانه ليه؟ انت تعرفي انا شفت ايه في حياتي؟ تعرفي انا اتمرمطت قد ايه؟ تعرفي يعني ايه تشيلي 3 اطفال في سنك ده؟ يعني دي اكتر حاجه قهراني بقى. تعرفي يعني ايه في دلوقتي الرجاله بتشتكي راجل معاه عيل يقعد يقول انا مش عارف اكله. 3 عيال يا ريان، انت مسؤوله عن اكل وشرب ولبس ومدارس ودروس ودكاتره وعلاج انت شايفه انت صعبت عليكي نفسك ان استكتروا عليكي الفرحه؟ استكتروها قوي. فضلت تقول مبسوطه مبسوطه لغايه ما عيطت. لا ما عيطتش، مفيش حد يعرف يعيطني. انا صعب عليا نفسي. فضلت مبسوطه مبسوطه ولا مبسوطه ولا اي حاجه. صعب عليا نفسي. الكومنت فيه غل. انت متجوزها على ايه؟ دي حد يتجوزها؟ دي معاها 3 عيال يجي لها خاتم الماظ، انت تعبانه ليه؟ كميه كومنتات ان الخاتم فالصو ده انا نزلت لهم الفايبس بتاعتي وانا بشتري الخاتم من اول ما دخلت بتاع الالماظ. وحياه ربنا لو اقول لك 100 كومنت الخاتم ده اكسسوار، الخاتم ده فالصو. زعلانه على فكره، هي زعلانه يعني، هي بتقول انها مبسوطه. والله ما زعلانه. لا زعلانه بالعكس، ده انا بحب الناس دي، احب اضايقهم قوي. بقول لك نزلت الفيديوهات من اول ما دخلت. ماشي انت كياده لحد ما، لكن زعلانه. لا زعلانه ان احنا زعلانه ان احنا بقى فينا ناس وحشه كده. اصل انا جباره خاطر قوي، يعني انا مستحيل اكسر بخاطرك. النبي لو فيكي ايه هتدخلي لي هعاملك بمنتهى اللطف حتى لو انت قلت الذوق. مش عارفه ابقى قلت الذوق معاكي، فاهماني؟ فليه تبقي قليله الذوق معايا من غير ما انا ابقى قليله الذوق معاكي؟ ممكن تبقي قليله الذوق معايا لو انا كنت قليله الذوق. هو انا بس عايزه اسال، لو مره فضلنا نعمل كومنتس كده على حد كتير فموت نفسه مثلا، لا او مش زعل مما قامش، او مثلا كان جوزي رمى عليا 100 طلاق عادي قال لي انت طالق. انا توقعتها على فكره. انا توقعت كده. وانا اقسم بالله انا قاعده مستنيه بقى اول يوم ده، انا فضلت بصله كده اللي هو هيقوم دلوقتي يقول يعني لما قالوا لي جايه قلت لهم هي لسه متجوزه؟ لسه متجوزه. لا الحمد لله. كنت باعت لي مصروفي النهارده لان انا بص كياده دي خالص والله. لا بص انا يعني كنت فعلا 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 بقول تاني يوم فرحت. بس انا على فكره انا عارفه هو قد ايه عاقل وقد ايه هو بيحبني ومتمسك بيا، بس اللحظه كده ما تخيلتيش ان الفيديوهات تعمل كده صح؟ لا بس انا اتخضيت ومش عارفه اعمل ايه وبترعش بقى وبعرق ومش فاهمه ومش عارفه انام الدنيا. عارفه انت مره واحده تيك توك مش عارفه ايه فيسبوك وايه بقى 3 مليون 4 مليون 7 مليون 10 مليون. انت صحيتي من النوم بقى اكتشفتي ازاي؟ انا نمت صحيت شفت روحنا من الفرح صباحيه نمنا بقى يوم صباحيتي الساعه 6 الصبح كناش لحقنا نمنا. روحنا وغيرنا وصلينا وقعدنا واكلنا والتليفون اشتغل بجد وحياه ربنا. ده نزلوها في ساعتها يعني. هو بقى بتاع القاع نزل ونام يصبح على خير. هو قال لي ايه يا دودي؟ قلت له نزل. قال لي انزل عندي عشان قلت له اوكي هما ما بينزلوش حاجه برضو، بس انا حرام قلت له هما مش واخدين بالهم. ما تخيلتش بقول لك انا نفسي مخضوضه. هو بقى قاعد قدامي باصص لي وانا بص له وعمال يقول لي هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو في ايه؟ ده انت لو جايبه جون ده انت لو متركه وجايب جون مش هجيب كم المشاهدات دي في الله يخرب بيتك. اقول له انا مش عارفه في ايه. انا طبعا ما تقلمني بقى، مفيش بقى خلاص 10 مليون 7 مليون 3 مليون. رحت متصله على صاحب القاعه حد محترم جدا، قلت له بسرعه امسح كل ده. قال لي حاضر. كان انتشر. هو اصلا ما خدش وده معايا الكلام. قال لي حاضر وراح دخل مسح كل حاجه. ادخلي بقى على التيك توك وصدى البلد ومش عارف ايه كله بقى. وريت بقى قصد انا لو ماسكه المأذون ده احكام الضرب في القاع. هو مش باصص عليا وانا موطيه بكتب يعني انا طول ما انا كده مش باصص. لا انا طول ما انا كده مفيش حاجه باينه فاهماني. فهو قاعد جنبي وانا قاعده مستنيه اخواتي يجوا عشان نكتب، فانا قاعده كده فهو مش شايف حاجه. حتى هنا في اوف شولدر وشعري جاي على الجنب اللي ناحيته والطرحه
فما فيش حاجه. لما وطيت كده اكتب، الفستان ضغط على بطني كاتب الكتاب ما بصش عليه، دايما مش بيبقى- شايف هو اسمعيني عشان بس. يقول. كاتب الكتاب دايما بيبقى بين وكيل العروسه ما عنديش وكيل بقى وراجل. مفيش بابايا ميت مفيش الله وكيل، يرحمه. باباها توفى، عشان برضه انا قريت دي في الكومنتات، فهي باباها توفى، فمفيش غير ان هي اللي تقعد تجوز نفسها، صح؟ ما عندكيش هو كان ولا- حابب ده. اه يعني انا قلت له اخويا يحط، قال لي انا عايز احط ايدي في ايدك انت مش صغيره. في ناس بقى، في عرايس بقى ساعات لما بيعملوا الحركه دي بيروحوا لابسين مثلا والله ما حدش لفت نظري فعلا بالظبط، ولا هو خد باله. طبعا انا بعتذر لو ده ضايق الناس او ده حسس الناس ان انا ست قليله الادب. انا مش قليله الادب والله. انا لو حد لفت ليه نظري قلت؟ كله كاتب كده انت قليله الادب، انت مش متربيه، انت قليله الادب، انت قليله الادب، بنتكلم- انت ازاي تعري جسمك ولحمك الرخيص ليه وانا لابسه مايو؟ ولو لابسه اصلا انت مالك؟ لا ما نلبس، ما الناس تلبس ما هو مايو. انت بتنظر بقى، ما انت خلاص دلوقتي انت بتنظر عليا. هو بيقول لي انت فتحتي الباب ودي سوشيال ميديا، فطبيعي جدا يبقى فيه سلبي وايجابي. وده اللي في انا كومنتات بقوله، ثانيه برضو إن اللي كانت يطلع لطيفه. فيديو على السوشيال ميديا يستحمل. بالظبط، قال لي كده، قال لي انت فتحتي الباب وانت طبيعي ان اللي طالع واللي نازل هيشوفك. فزي ما في كومنتات سلبيه في كومنتات ايجابيه. وانت بتجيبي ناس من ثقافه مختلفه، من لا حد مسك موبايل وهما واطفال لا، على فكره، وعلى فكرة بس مش زينا وكل واحد يحترم على طبعا، على بس رأيه ثقافات وعقيدته. مختلفه. يعني كل واحد ثقافته، كل واحد تربيته، انا وولاد خالتي وولاد عمي غير بعض، انت فاهماني؟ واحنا عيله واحده، بس كل واحد اتربى بطريقه معينه من وجهه نظره. كل واحد، بس ما جرحش بقى.